طارق السكاتيوي، مساعد جديد بينضم للجهاز الفني للمنتخب المغربي الأول. لكن الغريب، القرار مش جاي من وليد الركراكي، القرار جاي من فوق، من الجامعة، من فوزي لقجة. طب السؤال هنا، هل الركراكي هيقبل وجود مدرب مساعد مفروض عليه، خصوصاً لما يكون عنده طموح وأسلوب خاص وما بيحبش تدخلات من بره الطاقم؟ وكمان لو طارق السكاتيوي نجح، النجاح ده مش هيتحسب لوليد، هيتحسب لطارق، وهيتحسب للجامعة اللي جابته. وده اللي ممكن يولد توتر أو حتى اختلاف في الرؤية الفنية. يعني القرار ممكن يكون بداية لتغيير كبير أو بداية لأزمة داخل المعسكر المغربي. الأيام اللي جاية هتكشف كتير، تابعونا. لو شايف إن الركراكي ممكن يقبل بالقرار لأن الموضوع مش مهم بالنسبة له، برضه سيب لنا رأيك في الكومنتات. ولا بالعكس، شايف إن من حقه يختار طقمه بنفسه؟ قولولنا، إحنا متابعين.